مرحبا، انت في الدمام وحاب تغسل سيارتك؟ تعال مع إلياس. وين؟ في الدمام، حي الواحة. هذا طريق الأمير متعب، ويسمى طريق الأمير نايف، هنا امتداده مع تقاطع طريق الرياض. حي الواحة في الدمام. إلياس وأجمل غسيل، طبعا الغسيل على مستوى راقي، لكن ما نقول أسعاره رخيصة ولا هو غالية، معتدلة بالنص، غير مبالغ فيها. ما راح نقول لك 35 ريال زي المغاسل العادية، ولا راح يكون مبالغ فيه، شغل متعوب عليه. تعالوا شوفوا معاي الغسيل، وهذا موقع الغسيل، وهذه سيارتي الجميلة راح تتغسل بأجمل غسيل. خطوات العناية تتم بنظافة الجنوط ومن ثم البدي. الخطوة الثانية إضافة فوم الغسيل أو شامبو الغسيل والرغوة. هذه الرغوة مادة خاصة لغسيل السيارات، يعني ما هو صابون لوكس، مو غسيل مواعين. انتبهوا، هذه مادة خاصة، شوفوها. وهذه المادة تترك لثواني أو دقائق معدودة حتى تزيل الأوساخ والترسبات. والآن تبدأ مرحلة إزالة الشامبو، زي ما قلنا يترك لثواني معدودة حتى تزيل الأوساخ. الحين يزيل الشامبو، وكذا انتهت مرحلة إزالة الشامبو. شوف الجميل في الأمر، يسحب الموية. ليه؟ حتى لما تركب السيارة ما تطبع سيارتك، توطي بالموية وتملي السجاد عندك. النظافة أهم شيء، تركب على نظيف ورفه حالك ورفه سيارتك. طبعا مو بالضرورة تكون سيارتك كشخة، عادي جيب أي سيارة، عندك كوريلا، عندك هونداي، عندك كونا، اللي هو يغسلون لك السيارة هنا وأجمل. والحين تبدأ مرحلة التمسيح، زي ما قلنا هنا نسميها نفضة الهواء. وهنا عندنا هذه المادة يعطيها لمعة بسيطة. والمرحلة هذه عملية تلميع سريع وخفيف، والاهتمام بالتفاصيل أكثر. شفتوا البلاستيك الأسود هذا يرجع لونه الطبيعي، شوفوا المادة اللي بيده، طبعا شفت الفرق في اللون، أعطاك عمق اللون الأسود الصح، شغل متعوب عليه. شوفوا التفاصيل زي ما ذكرت لكم. الأسود عادة الأسود هذا يكون باهت، هذا يعطيه يرجع لونه. هنا عادة يكون باهت، الحين هذا كله يرجع وفي نفس الوقت يعطيه ليونة ومرونة أكثر. هذه الكريمات تعطي رونق للسيارة وجمالية. هذه الجمالية تستمر لفترة طويلة، على الأقل 10 أيام، هذا بالقليل 10 أيام. شفتوا السواد اللي تحت هنا شنب هتلر، هذا بالقليل 10 أيام. لا تفتكرون أنها تطلع من هنا ويرجع اللون باهت، لا يبقى 10 أيام. حتى لو كان الجو مغبر يبقى 10 أيام، يبقى على لمعته وعلى نظافته ومن دون ما يأثر عليه شيء. مرحلة التمسيح، شوف شلون البدي صار، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، تفاصيل دقيق. ونوع المناشف طبعا ناعمة، هذه الخرقة اللي بيده ذي المنشفة مايكرو فايبر، ناعمة، ما تسوي لك خدوش في البدي ولا تسوي لك تشققات، تعطيها لمعة على نعومة، ملمس طفولي. شوف النقاط اللي ما حد يركز عليها، النقاط هذه، النقاط السوداء هذه اللي تحت المراية، شوفها كيف. وبس، وكذا خلصنا غسيل. وزي ما قلت لكم، لما تركب السيارة والأرضية نظيفة، هذا بحد ذاته شغل نظيف. أجل توطي في طين وزيوت وتوسخ الفرش والموكيت حق السيارة، حبيب الشغل نظيف. ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شفت الأرضية توسخ السجاد؟ نعم، نظافة صح. وبس، وكذا خلصنا غسيل. مدة الغسيل كلها 40 دقيقة. طيب والسعر كم؟ السعر زي ما قلت لكم منافس، 105 ريال.
لاحظت النظافة ولاحظت الشغل كله مع إلياس. وبكم؟ 105 ريال. أجمل ما في الأمر وشو؟ أن الغسيل داخلي في غرفة مغلقة من دون لا غبار ولا عج ولا شيء. طيب والأجمل من هذا وشو؟ أنك راح تطلع على شارع نظيف، شارع نظيف، لا تقول لي حفر ومطبات وما أدري وشو. على طول هنا تمسك الهاي واي وعلى طريق الرياض، أو تطلع من هنا على طريق الظهران. النظافة أهم شيء. وزي ما قلت لكم السعر ب105 ريال، مهما كانت سيارة صغيرة أو كبيرة ب105 ريال للغسيل، وتاخذ 40 دقيقة ومثل الحلاوة. ومن إلياس نحييكم. طيب شوف النظافة وشوف الأناقة، ما شاء الله تبارك الله. بالله إيش رايكم؟ بالله عليكم إيش رايكم؟ لا إله إلا الله تبارك الله.